هنشوف الفرق بين التلاجة الكريازي الديجيتال اللي هي ال 14 قدم نو فروست اللي هي 370 لتر او ال 371 لتر. دي اللي هي ال 370 لتر اللي هي النو فروست. ادي الشكل بتاعها من جوه. تمام اهي، رف ازاز حراري بايركس. دي اللي هي 370 نو فروست عادية مش ديجيتال. وده اللي جنبها اللي هي برضه 370 لتر بس بشاشة. فرق شاشة بين الاتنين. دي شاشة ديجيتال بتنور، تبقى اظبط منها درجة التبريد بتاع الفريزر، والايد بتاعتها بتبقى دائرية كده، نص دايرة، بيسموها الايد الكومتراية. دي بيسموها الايد الكومتراية. ادي الشكل برضه من فوق اهو في الباب. ادي اهو الاتنين زي بعض بالظبط اهو، نفس الرف، وهنا نفس الرف من جوه. بس خلي بالكم في ملحوظة، شايفين دي هنا في الباب من فوق العلب بتاعت جبن محطوطة في أول درج فوق. هنا العلب بتاعت الجبن محطوطة في الدرج اللي تحت أو التاني واحد. دي فيها ترموستات واحد بس من جوه وفتحة هوا. دي هنا فيها اتنين ترموستات، واحد للفريزر وواحد للتلاجة اهو. صابكو مساء. وفي خزنة بالليل دلوقتي يا باشا؟ لا يا فندم، من 10 ل 3 ونص. لا معرفش والله، ممكن اتصل الصبح كتير. ماشي طبعا. معذرة، هنرجع تاني نشوف التلاجة. قلنا التلاجة بتبقى فيها اتنين ترموستات اللي هي من غير شاشة، واللي بشاشة بيبقى فيها ترموستات واحد بس. طبعا عشان اللي بشاشة بتظبط درجة الفريزر بتاعها من فوق اهو، بنظبطه من هنا، لكن دي بنظبطه ببكرة من جوه. فده الفرق بين الديجيتال وبين العادية. العادية والديجيتال. يعني الديجيتال قلنا فيها من جوه ترموستات واحد، ترموستات اهو، ده للكابينة بس للتلاجة، وهنا دي فتحة تهوية. ده كده الشكل بين الديجيتال وبين العادي. الفريزر الترموستات بتاعته في الباب، يعني الشاشة اللي من بره دي ليها علاقة بالفريزر بس ملهاش علاقة بالكابينة تحت خالص. بظبط منها درجة تبريد، بتنور الشاشة دي بتبين لي درجة تبريد، بظبط التبريد بتاع الشاشة بتاعت الفريزر بس. والتلاجة ليها ترموستات. وادي العادية. هنشوف برضو الفرق بين التلاجة الزمردة وبين الزمردة التربو. ادي التلاجة الزمردة وادي التلاجة الزمردة التربو. هنفتح الاتنين برضو ونشوف. دي الزمردة التربو ودي الزمردة العادية، منتجات كريازي دي كلها. دي الزمردة العادية. ادي لو تلاحظوا ان دي الرفوف بتاعتها بتبقى بلاستيك. هنا من جوه في التربو بتبقى رف ازاز حراري. دي التربو، دي اسمها زمردة تربو. التلات رفوف اللي جوه التلاجة دول اللي هو الرف ده اسمه رف بايركس ازاز حراري. ده هنا رف باغ. فده الفرق بين التربو في الرفوف، وفرق بين الزمردة العادية. الزمردة العادية ما فيهاش المروحة اللي تحت هنا. الزمردة التربو فيها مروحة تحت اهي. دي المروحة دي بتوزع الهواء في الجزء اللي تحت. تمام. في درج تحت الفريزر في التربو
هنا الزمردة العادية ما فيهاش. فوق في الفريزر في درجين مكعبات بلاستيك اللي هم بتوع التلج. هنا موجود زي ايس ميكر صغير اهو. ده كده بالنسبة للتربو. يبقى فرق التربو من العادية بتبقى فيها مروحة زيادة ورفوف ازاز حراري. هنا الرف بلاستيك وما فيهاش المروحة الزيادة. نفس القصة ينطبق على الفيروزة والفيروزة تربو، ونفس القصة برضو في اللؤلؤة واللؤلؤة تربو. دي برضو اللي هي التربو. اي حاجة تربو يعني تبقى فيها مروحة زيادة ويبقى الرف ازاز حراري. بالنسبة للمقاسات اللي هي ال16 وال18 وال20، دي اللي هي ال535 اسمها لؤلؤة، ودي الفيروزة. فرق الفيروزة من التربو بتختلف في العمق. ادي اهو، دي اللي هي الفيروزة تربو، ودي اللؤلؤة تربو. اللؤلؤة تربو بتفرق في العمق. ده الفرق بين التربو اللؤلؤة والفيروزة. صاركو ايفن موجود فيه ميديا وفيه شارجر. اللي هي 60 في 60 يا فندم الكبير. ايوه 14 فرق. ايوه 16 300. لا معرفش. لغاية الساعة 11 11 شغالين بكرة. ماشي تحت أمرك. تمام ماشي. اللؤلؤة واللؤلؤة تربو، والفيروزة فيروزة تربو برضو. قلنا فرق الفيروزة من اللؤلؤة فرق في العمق لجوه، ان اللؤلؤة تبقى 19 قدم والفريزر بتاعها اعمق لجوه شوية من الفيروزة. فعشان كده هي الفيروزة تبقى اقل في الحجم من اللؤلؤة. يعني دي بيسموها 19 قدم اللؤلؤة. 19 قدم اهي، في السوق بيسموها 20، بيقولوا عليها 20. ودي اللي هي ال 17 قدم ال 480 لتر. في بقى حاجات جديده نازله من الكريازي، عشان الناس كانت بتشتكي طبعا من الموديلات القديمه، يقول لك دي بتكون تلج وتنزل ميه. بس طبعا كل الحاجات دي اتعالجت بمنتجات جديده ديجيتال. واكيد طبعا اللي جرب الحاجات الديجيتال اكيد عارف انه مفيش حاجه بتنزل ميه ولا حاجه بتكون تلج. كل المكونات دي كلها اتعالجت، ومبقاش دلوقتي في اي حاجه في الكريازي بينزل ميه او بيعمل تلج. كلها كانت حاجات قلنا عيوبها بتيجي ازاي، بتعمل ازاي، وحتى علاجها قلنا بنعالج ازاي انها ما تنزلش ميه تحت الدرج بتاع الخضار او تحت الفريزر. قلنا ما ينفعش ان احنا نكتم المروحه اللي موجوده في الفريزر من فوق، ما نحطش حاجه نقفلها بيها، وما نحطش ما نخليش رده تبقى موجوده جوه الفريزر فيكتم الفتحات بتاعه الفريزر، فبالتالي يخلي التلاجة تعمل تلج. دي مشكله الميه والتلج اللي كانت بتبقى موجوده جوه الفريزر وجوه التلاجة. فعشان كده يا ريت محدش يحط اي حاجه يكتم المروحه، او يسيب اي بواقي يرضع او اي حاجه تبقى موجوده او اي اكياس تبقى نازله على المروحه عشان ما تقفلهاش. الحاجات الديجيتال دي الديجيتال تبقى فيها اضاءه داخليه في الفريزر واضاءه داخليه تحت برضه. دي اللي هي البريمير اللي بيسموها بريمير.
ديجيتال، نو فروست، بلازما، أقل استهلاك كهرباء. وطبعا منها مقاسات كبيرة توصل لغاية 690 لتر، بتبتدي من 450 لتر لغاية 690 لتر، اللي هو زي المقاسات الكبيرة اللي موجودة جنبهم دول كده اهو. انفرتر، ادي المقاس 690 و625 و450، دي المقاسات الديجيتال اللي موجودة حاليا دلوقتي، عشان برضه الناس تبقى واخدة بالها من الحاجة اللي موجودة وعارفين بيجيبوا ايه. كل المعروضات موجودة متاحة. فريزر، تلاجة، بوتاجاز، غسالة، تكييف، كله متوفر وموجود. غسالة أطباق برضه، لو حد محتاج غسالة أطباق برضه موجودة. الدور اللي فوق موجود فيه كل حاجة إن شاء الله. مبرد مية برضه موجود. بوتاجازات لجرمانيا، بوتاجازات فريش موجودة برضه معانا.